السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من شاطئ النخيل. شاطئ النخيل اللي موعود دايما بالحوادث، حتى لو الغرق ما حصلش في شاطئ النخيل بيجيله من بره. الشاب محمد سعيد عنتر 22 سنة كان بيستحمى في كيلو 21، يعني جنب النخيل على طول. غرقت ليلة يوم العيد. لا إله إلا الله، ربنا يرحمه بقى ويغفر له ويصبر أهله. الموج والطيارات جابته لحد الحاجز التاني في الكيلو في شاطئ النخيل، زي ما قال الماحي رئيس الغطاسين اسكندرية. ولقوه بالتعاون. هو غرق تالت يوم العيد يا جماعة في 21، عند لسان 21، أو ممكن عند شاطئ مش عارفين بالظبط يعني، أو ممكن عند شاطئ الأخضر أو لسان 21. وفضل 3 أيام في المية. تالت يوم العيد كان التلات. ظهر الخميس أو الجمعة في شاطئ النخيل عند الحاجز التاني للأمواج. ربنا يرحمه ويغفر له. بيقولوا شاطئ النخيل ده موعود، يعني حتى لو ما حصلش فيه غرق الحمد لله السنة دي عدى على خير، عيد عدى على خير. جاله غريب من بره برضو يرجع له المواجع اللي حصلت فيه، وكان الناس مسمينه شاطئ الموت والناس خايفة منه. الحمد لله العيد ده عدى على خير، ما حصلش فيه حاجة ما عدا بس محمد عنتر. زي ما قلنا ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. انما يا جماعه خلي بالكم على يا جماعه، اللي ما بيعرفش يعوم كويس بلاش ينزل. البحر عالي بلاش ينزل. يعني احنا بنستحمى الكبار اهوت، وبنستحمى مثلا جنب الشط. يعني الدخول جوه يعني مش ولا شجاعه ولا جدعنه ولا فراسه ان انا دخلت جوه يحصل. والله الميه كلها واحد، يعني مش مستاهله الواحد ينجذب بنفسه ولا يتعب اهله ولا يبهدل الناس بعديه. يعني اللي بيموت الله اعلم بقى هو راح فين واللي حصل له. اللي بيتبهدل اهل الغريق، والناس اللي بتتبهدل والغطاسين والناس اللي بتتابع. ربنا يستر على الجميع يا رب، يا رب دايما بخير وسعاده، وما نجيش في حاجه وحشه تاني يا رب. كلكم طيبين يا جماعه، يا رب دايما بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.